كان يا مكان في قديم العصر والزمان، كان في فيل اسمه فلفول. كان طيب جدا، بس كان حجمه كبير قوي. فلفول ما كانش عنده صحاب في الغابة خالص، وده كان مخليه زعلان على طول. وفي يوم من الأيام صحي فلفول الصبح وراح يتمشى في الغابة، فلقى القرد قاعد يتنطط على الشجرة من شجرة لشجرة. فرح له فلفول وقال له: ممكن يا قرد نبقى صحاب؟ القرد قال له: لا طبعا، انت مش بتعرف تتنطط على الشجرة زيي، وكمان مش بتحب تاكل الموز زيي. وسابه القرد ومشي وزعل فلفول وكمل طريقه شوية. بعدها لقى أرنب. فالفول قال له: يا أرنب، ممكن نبقى أصحاب؟ الأرنب قال له: إزاي نبقى أصحاب؟ أنا بجري بسرعة وإنت بطيء، وأنا بحب الجزر وإنت ما بتحبوش. زعل فالفول وكمل طريقه شوية. وهو ماشي في الطريق شاف عصفورة حلوة قوي واقفة على الشجرة. قال لها: يا عصفورة، انتي شكلك جميل قوي، ممكن نبقى أصحاب؟ ردت عليه العصفورة: ازاي نكون أصحاب؟ أنا بطير وانت ما بتعرفش تطير. زعل فلافيله ورجع عند بيته، وفضل زعلان لحد ما نام. تاني يوم صحي فلافيله من النوم وقام يتمشى زي كل يوم. لقى كل الحيوانات بتجري بسرعة جدا وخايفين قوي. فلقى القرد فسأله فلفول: هو في ايه يا قرد؟ انتوا بتجروا ليه كلكم؟ فقال له: اصل في نمر عمال يجري ورا كل الحيوانات ويخوفهم، وما بيسمعش كلام حد خالص. وطلع القرد يجري، وفلفول قال لنفسه: لا، كده ما ينفعش، انا لازم اروح للنمر واقول له ما يخوفش حد، مش علشان هو قوي يبقى يخوف كل الحيوانات اللي في الغابة. وراح فلفول للنمر وقال له: يا نمر، ما ينفعش تخوف الحيوانات كده. فالنمر قال له: مالكش دعوة يا فلفول. فلفول زعل جدا من رد النمر عليه، وراح فارد زلمته وعمل بيها صوت عالي قوي. النمر خاف من الصوت وطلع يجري، والحيوانات كلها فرحت وقعدت تسقف، وراحوا جريوا على فلفول. القرد قال له: شكرا، شكرا يا فلفول إنك ساعدتنا كلنا. والأرنب قال له: انت طيب قوي يا فلفول، واحنا غلطانين اننا ما كناش عاوزينك تبقى صاحبنا. اما العصفورة قالت له: فعلا يا فلفول، احنا اتعلمنا ان مش لازم علشان نبقى صحاب اننا نكون شبه بعض. الصحاب هما اللي يحبوا بعض ويخافوا على بعض. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. أتمنى تكون حلوة وتكونوا استفدتوا منها، بس اوعوا حد فيكم يسمع الكلام ويروح للنمر، علشان مش هيسمي عليه، هياكلوه هم. باي.